عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة سلمى. إن شاء الله وصفتنا النهاردة هي طريقة سلق ورق الخس. طبعا جهزته معاكم في القناة وعملت فيديو طريقة حشو. بصراحة هو ممتاز جدا وطعمه جميل، على أساس إن في متابعة معايا سألتني، هو طعمه فعلا حلو. طبعا جربي وهيعجبك إن شاء الله. هنا معانا كمية من ورق الخس. طبعا بتجي تشتري الخس وتقطعي الورق اللي تحت. إن شاء الله النهاردة هنسلقه مع بعض. طريقة سلقه سهله جدا، وفي كتير بيسال ورق الخس. طبعا هو مش زي ورق الكرنب. الكرنب احنا بنحطه في الميه تغلي وبتحطي فيه شويه، لكن ده ما بياخدش حاجه. احنا بنحطه في ميه سخنه وبتطلعي على طول في ميه ساقعه عشان تحافظ على اللون بتاعه. اول حاجه انا جايبه كميه زي ما انتم شايفين كده اهو. معايا هنا كميه كمان. ان شاء الله انا برضو ناويه النهارده هعمل شويه احشيهم، بس انا فكرت ان انا اخزنه في الفريزر. اديني جايبه عشان اوريكم بس ان انا لو انت حطيتيه في التلاجة او سبتيه بره هيدبل معاكي وهيبوظ بالشكل ده، عكس ما بتجيبي الكرنبايه وبتشيليها يومين او 3 على ما تسلقيه او تطبخيه. بتحطي ميه كده على النار فيها شويه ملح صغيرين خالص، وبتسقطي فيهم ورق الخس بالشكل ده على طول. مش زي الكرنب، ما تخلوش كتير زي ورق الكرنب لانه ما بياخدش حاجه على طول. انا فكرت ان انا احطه في الفريزر كده من غير ما اسلقه، وفعلا عملتها السنه اللي فاتت، بس طلع مش كويس خالص واسمر خالص وجلد. فاحنا هنحطه كده في الميه يشرب من كده بس الميه، وبعد كده هنطلعه على طول وبتقلبيه على الناحيه التانية بالشكل ده كده، وبعد كده هنخرجه يا دوبك يلين بس كده معاكي وتطلعيه كده على طول. بعد كده هنحطه هنا في ميه ساقعه على طول توقف عمليه الطهي بتاعته، وهنكمل كده الكميه كلها لغايه ما تخلص معانا. وبعد كده بتطلعيه بتصفيه. يبقى كده معانا الخس حطيناه في الميه السخنه بالشكل كده وطلعناه هنا. هتطلعيه على الميه على طول، تحطيه في ميه ساقعه وتصفيه، وبعد كده هتروحي مصفياه. هنحطه نصفيه في حاجه لغايه ما يصفى خالص معانا. اهم حاجه الميه تكون سخنه، يعني ما تحطوش على النار يتهري. هنروح مطلعين على طول كده زي ما قلت لكم. في الميه الساقعه كده على طول او من الحنفيه كده على طول بالشكل ده. انا معايا شويه كتار كده هخلصهم. كمان عايزه اضيف معلومه، وما يتحطلوش زيت، لان طبعا الخس بطبيعته تحسي انه كده انه مزيت وفيه زيت. ما تحطلوش زيت، يقول لك حطوا له زيت يعني عشان ما يلزقش في بعضه. انا كده صفيت شويه هنا معاكم كده عشان هوريكم ازاي بقى نغلفه ونحطه في الفريزر بسهوله. طريقه بقى حفظه وازاي تغلفيه بطريقه ما ياخدش منك مكان في الفريزر. طبعا احنا معانا كده شويه، طبعا ده شكل توضيحي بس، انا لسه معايا كميه وهخلصها. بتروحي لفه كده وتصفي منه الميه خالص كده، او بتصفيه خليه في مصفى شويه. بعد كده بتجيبي ورق ستريتش. طبعا عملت لكم قبل كده طريقه حفظ ورق العنب في القناه، ان شاء الله تشوفوها. انا ممكن كنت حطيته في كيس، بس انا مش عايزاه ياخد مكان بالفريزر. فانت بتلفيه لفه جامده كده حلوه. طبعا عايزين نصفيه خالص من الميه. انا كده حاجه توضيحيه عشان اوريكم، ولسه هكمل وهصفيه ان شاء الله كده. ما ياخدش معاكي مكان في الفريزر خالص. فلو عايزه تعملي وتغزني منه، طبعا الايام دي بيبقى متواجد كتير اهو بالشكل ده كده، وهيكون معاكي جاهز. وتحطيه في اكياس وتطلعيه تستخدميه حسب ما تحبي في اي وقت طبعا. ان شاء الله كده تكون الفكره استفدتوا منها طريقه سلقه. وان شاء الله برضو تشوفوا فيديو حشوه، طريقه عمل محشي ورق الخاص. ان شاء الله برضو تستفيدوا منه، هيعجبكم باذن الله. بشكركم جدا، والى اللقاء مع وصفه جديده من وصفات سلمى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.